يا عم بن شرقي، مش انا قلت لك الناس دي مالهمش عزيز ولا غالي؟ اشرف بن شرقي بيشيل كلمة لاعبا في النادي الاهلي بعد اللي بيحصل معاه الفترة اللي فاتت من انتقادات من جمهور الاهلي او سواء التهميش اللي من الادارة. انا مستني اللقاء بتاع اشرف بن شرقي اللي هيقول لك فيه انا زملكاوي وفترتي في الاهلي كانت احتراف، ولكن انا انتمائي في مصر للزمالك. ومن الواضح كده ان اشرف بن شرقي خلاص في اخر ايامه مع الاهلي، ودي اخر سنه لاشرف بن شرقي، لان الاهلي ما لقاش بن شرقي بتاع الزمالك وعمره ما هيلاقيه. وهي دي المشكله اللي الاهلي فيها دلوقتي، ان طول ما انت فاكر انك هتقدر تلم لعيبه الزمالك علشان خاطر هم لعيبه كويسه، فلا، لعيب زي زيزو، لعيب زي بن شرقي، اللعيبه دي كانت بتتالق بدعم الجمهور وبالراحه النفسيه قبل ما فكره ان هو يبقى موهبه كويسه. هو الموضوع كده زي ما بيقولوا لك بالبلدي، هي قرف. فقرفة اشرف بن شرقي، قرفة زيزو، ممكن امام الموضوع يبقى مختلف شويه، لان امام كموهبه هو مختلف عن بن شرقي ومختلف عن زيزو، فممكن امام يعرف يكيف اوضاعه بالطريقه اللي تناسب الفرقه اللي بيلعب فيها، عكس زيزو اللي سنه خلاص بقى عنده فوق ال 30 سنه، او بن شرقي اللي نفس الكلام سنه برضه بقى فوق ال 30 سنه. وهي دي المشكله اللي بتواجه الاهلي في السكواد اللي هو قدر يجمعه دوت، ان هي مش اسماء بس، هي موضوع نفسيه وراحه. وانت بتلم الاسماء دي معرفتش تختار النفسيه والراحه واللاعب اللي يناسب اجواء فرقتك. انت بس كل اللي ركزت فيه ان اللعيب دوت كان متالق في الزمالك فانا هجيبه في الاهلي يتالق. لا، هي عمرها ما كانت كده.